سلام الله عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في قناتكم وفي قصة جديدة. تخيل معايا تفيق في الصباح وتلقى عائلة كاملة مكونة من الأب والأم وولدهم ومرته وولد صغير وحتى رضيع يلا عنده 40 يوم، كلهم مذبوحين ومحروقين وسط دارهم. هادي ماشي لقطة من فيلم رعب، هادي أبشع جريمة هزت المغرب بسنة 2021 مدينة سلا في حي الرحمة. شكون اللي عنده هذا القلب يدير هذا الشيء والسبب غيصدمك؟ يلا معايا نكتشفوا الغياهب ديال هذه القصه المروعه. يلا معايا نرجعوا بالزمان اللور لواحد الليله كحله في مدينه سلا وبالضبط في حي الرحمه. هذا الحي اللي معروف بالهدوء والناس الدراوج غيصبح في واحد النهار على فاجعه خلات المغاربه كاملين مذهولين ومصدومين. القصه كتبدا في الفجر ديال نهار السبت 6 فبراير 2021. الوقت كان بارد والناس مازال ناعسين حتى كيبدا يخرج واحد الدخان كحل وخانق من واحد الدار. الجيران عيطوا الوقايه المدنيه والكل كان كيسحاب ليه بلي غير العافيه شعلات بسبب شي سيركوي ولا بوطه، ولكن ملي دخلوا رجال الاطفاء والبوليس لقاو تماك واحد المجزره حقيقيه. دخلوا رجال المطافي وطفاو العافيه وبداو كيقلبوا وسط الرماد والدخان. الصدمه الاولى كانت فاش لقاو الجثه الاولى ماشي ميته مخنوقه بالدخان، الجثه كان فيها طعنات يعني كانت مقتوله. بداو كيزيدوا للداخل ولقاو الجثه الثانيه والثالثه حتى وصلوا للسادسه. الضحايا كانوا هما الحاج عبد المجيد، راجل كبير متقاعد ومحترم في الحي، والزوجه ديالو الحاجه والابن ديالهم الشاب والزوجه ديالو وحفيد قصير. والصدمه الكبرى اللي بكات البوليس براسهم لقاو رضيع مازال ما كمل 40 يوم في العمر ديالو. كلهم تعرضوا للطعن والذبح بطريقه وحشيه، ومن بعد الجاني شعل العافيه في الدار باش يخفي معالم الجريمه ويغبر اي اثر. هنا القضيه ما بقاتش مجرد حريق، ولات قضيه راي عام وهزات البلاد. دخلت الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه على الخط والبوليس العلمي ولقاو باللي الجاني كان ذكي، مسح البصمات وشعل العافيه باش يطمس كاع الادله. حتى الكلاب المدربه لقات صعوبه بسبب الريحه الحريق والرماد. البوليس بداو كيتسائلوا شكون اللي عنده مصلحه يتخلص من عائله كامله. واش هذه مجرد سرقه؟ لا، حيت الذهب والفلوس بقاو تماك. واش هذه تصفيه حسابات؟ واش دافع السحر والشعوذه والحسد؟ حيت العائله كانت غاديه مزيان. المحققين ركزوا على واحد الحاجه، الجاني دخل بلا ما يهرس الباب. هادشي كيعني حاجه وحده، الجاني اما عنده الساروت او شخص كتعرفوا العائله وحلات ليه الباب بكل امان في انصاص الليل. البوليس غيمشيو لواحد الحل ذكي وغيتبعوا المكالمات الهاتفيه ويديروا الخبره التقنيه على الهواتف ديال الضحايا. وهنا غتخرج الصدمه اللي تا واحد ما كان متوقعها. الخيوط كلها بدات كتشير لواحد الشخص من دمهم ولحمهم، هو شقيق رب الاسره عم الضحايا. السيد كان مهاجر مغربي وعايش في اسبانيا. اللي دخلوا البوليس الواتساب والهاتف ديالو لقاو تسجيلات صوتيه ورسائل كتضمن تهديدات صريحه ومباشره من عنده يتوعد فيها الاخ ديالو بالتصفيه والقتل. المحققين واجهوا المتهم بالادله والاتصالات والتموقع ديال الهاتف ديالو ليله الجريمه. السيد تبدل وجهه وبان الشيطان الحقيقي اللي ذبح العائله ديالو. الاول الجيران والناس قالوا يمكن غير الحسد والغيره حيت العائله كانت مسوره، ولكن التحقيقات القضائيه بينات باللي كاين ما اكثر، كاين الحقد الاعمى بسبب الفلوس والعقارات. كانت كاينه خلافات ماديه حاده وقديمه بين الاخوين على ارث وعقارات واموال. هاد الخلافات كبرات وسط قلب هاد العم وتطورات مجرد خصام عائلي. الحقد اسود، الحقد خلاه يخطط شهور وهو بعيد في اسبانيا حتى النهار اللي قرر ينفذ الجريمه. دخل المغرب وجا لدار خوه في الفجر واستغل الثقه ديالهم ودخل صفاها ليهم كلهم. ما رحمش حتى داك الرضيع اللي مازال ما عرف والو في هاد الدنيا، وكل شيء بسبب الطمع والحسد والكره. المحاكمة دامت شهور وشهور والمتهم حاول ينكر ويراوغ، ولكن الأدلة العلمية والتقنية والتسجيلات كانت خانقاه. وفي الأخير انطق القاضي بالحكم اللي كيتسناه كل مغربي
السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي. حكم واخا هكاك ما رجعش ديك العائلة وما مسحش الدموع ديال الأحباب ديالهم. مأساة حي الرحمة غتبقى وشم أسود في تاريخ الجريمة في المغرب. قيسة كتوريك كيفاش الطمع والحقد يقدروا يرجعوا بنادم وحش كيذبح خوه وولاد خوه بلا رحمة ولا شفقة. حتى هنا خوتي خواتاتي كتكون القصة ديال اليوم انتهت، وكنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. والعبرة منها هي أن الفلوس ووسخ الدنيا عمرهم يكونوا سباب باش نبيعوا دم والدينا وخوتنا. شنو بان لكم في الحكم؟ واش المؤبد كافي لواحد ذبح عائلة كاملة وفيها رضيع؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموا القناة وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في رعاية الله.